عندي سؤال لكل الناس. هو احنا ليه دايما لازم نقلل من حد او نقلل من مجهود حد عشان نقول ان حد تاني كويس؟ بمعنى، يعني ليه لازم نقول ان الزمالك كان وحش عشان كده الاهلي كسب؟ هو منطقي، طبيعي لازم يبقى في حد احسن وبيكسب وحد وحش بيساعده على المكسب. بس الزمالك كان بادئ كويس جدا الماتش. الزمالك كان بادئ بمستوى غير معتاد للزمالك. الزمالك الطبيعي ان هو بينزل قدام الاهلي ركبه بتخبط في بعض، وده ما كانش حاصل في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات. الزمالك كان نازل عنده الثقة وعنده استعداد انه يكسب. ليه بقى بدل ما نقول ان الزمالك تراجع ما نقولش ان الاهلي كان كويس؟ الاهلي اللعيبه كان عندها روح، اللعيبه كانت فاهمه دورها، اللعيبه كانت عارفه هم عايزين ايه من الماتش، فقفلوا على الزمالك. ونقول ان الزمالك بعد ما جاب الجون خطته ما ساعدتهوش، والنادي الاهلي اداء لعيبته وروحهم كان افضل، فده اللي خلى الاهلي يظهر بالشكل اللي ظهر بيه من بعد الدقيقه مثلا 20 لحد اخر الماتش. ان الاهلي مكتسح تماما. في مرتدات، في كام كوره ظهرت للزمالك، لكن الاهلي كان مقفل كويس، بيلعب كويس وبيهاجم كويس. زمان كده كانوا احنا بندرس تاريخ كان بيقول لك ايه خير وسيله للدفاع الهجوم. فالاهلي كان بيهاجم وبيدافع في نفس الوقت، عامل ضغط لعيبه الزمالك. والتعليمات بقى اللي من المدرب اللي احنا ممكن نقول ان هي غلطه مدرب بالنسبه للزمالك، يعني هي دي اللي ساعدت النادي الاهلي ان هو ينفذ خطته، ان هو يضغط، يعمل ضغط عالي لحد ما يجي الجون. لكن الاهلي مش في احسن حاجه، والزمالك ده اللي يقدر يعمله، ودي حدود وطاقه وامكانيات لعيبته. ما تنساش ان انت يعني 30% من الاهلي ما كانش بيلعب قدام الزمالك. يعني انت عندك اهم لاعب في افريقيا محلي طبعا، يعني بيلعب داخل، اهم لاعب في افريقيا بيلعب جوه افريقيا، امام عاشور مش موجود. عندك زيزو مصاب، عندك الباك الشمال الاساسي بتاعك، وان كان علينا يعني انا بالنسبه لي عندي اعتراضات عليه ومعرفش احنا جبناه على اساس ايه وما شفتوش وهو بيلعب، بس المفروض ان هو الباك الشمال الاساسي بتاع فرقتك محمد شكري مش موجود. جراديشار اللي هو المفروض المهاجم الاساسي بتاعك مش موجود. فانت عندك 4 لعيبه اساسيه لو موجودين لازم هيكونوا في التشكيله مصابين ما بيلعبوش. فكون ان انت من غير دول، والمشاكل والازمات النفسيه والازمات المعنويه اللي عند اللعيبه بتاعتك، وسوء المستوى اللي بتعاني منه من يوم ماتش باتشوكا، مش ماتش باتشوكا الودي اللي لعبناه قبل ما نلعب في كاس العالم للانديه اللي فات، لا، ماتش باتشوكا بتاع بطوله الانتركونتيننتال اللي كان على كاس الخمس قارات. من يومها وانت مستواك زي الزفت، من يومها وانت مش موجود، من يومها وانت واخد الدوري كده بس عافيه. يعني انت خدت الدوري كده بالزق، دوري ابطال افريقيا طالع من نص النهائي، طبعا خسرت السوبر الافريقي قدام الزمالك، كاس الخمس قارات ضاع منك، ما شاركتكش في الكاس، ادائك كان زي الزفت بالناشئين في الرابطه. فانت بقالك فتره بتمر بازمات او مستواك في النازل، وبنقول دي كبوه وهتعدي، كبوه وهتعدي، لحد ما بقى في مشكله كبيره بتحصد نتيجتها في اسوأ بدايه ليك في الدوري السنه دي. طيب، هل الدنيا وقفت على كده ولا خلاص ما فيش امل؟ لا، انت عندك بطولات كتير جدا. الماتش بتاع اللي فات لو في درس مستفاد منه فهو ان الاهلي بمن حضر، وان روح التيشيرت الاحمر لو موجوده
اي حاجة تعدي واي حاجة بتبقى سهلة واي حاجة هنقدر ان احنا نتجاوزها ونعديها. عشان الفيديو ما يبقاش طويل، خلينا للمرة الأخيرة بنقول إن إحنا محتاجين حاليا إيه؟ إحنا حاليا محتاجين مدرب، إحنا حاليا محتاجين باك شمال كويس، محتاجين جناح يمين بيلعب برجله الشمال، ومحتاجين مهاجم سوبر، ومحتاجين مدافع سوبر، ومحتاجين باك يمين كويس مع محمد هاني. نعد تاني كده، عندنا ورا في 3، عايزين مدافع ويفضل ان هو يكون بيلعب برجله الشمال، وعايزين باك شمال بيلعب برجله الشمال، وعايزين باك يمين مع محمد هاني، وعايزين جناح يمين بيلعب برجله الشمال، وعايزين مهاجم. 5 صفقات مع مدرب، يعني احنا عايزين 6 حاجات دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ عايزين الدنيا تهدى في اوضه اللبس، وعايزين كابتن يكون ربنا هديه كده يعرف يمشي الدنيا، وكابتن الله اكبر الله اعظم، وكابتن وليد صلاح الدين يقفل كده على الفرقه عشان نركز في اللي جاي، ونشوف كده مين اللعيبه اللي عايزه تمشي ومين اللعيبه اللي عايزه تقعد، ومين اللعيبه اللي فعلا نجوم الفريق، مين مرتباته ايه، نظبط كده دنيتنا ونظبط حالنا عشان خاطر ايه؟ ربنا يسهل علينا في اللي جاي. طيب ايه هو اللي جاي؟ انت عندك الدوري، وعندك الكاس، وعندك دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس الرابطه، وعندك السوبر المصري. 5 بطولات اهو. ال5 بطولات دول نتمنى ان احنا على الاقل ناخد منهم 4، على الاقل 4. دوري ابطال افريقيا، دوري، السوبر المصري، كاس مصر. كاس الرابطه ده كده كده مش مهم. على الاقل عايزين ال4 دول، على الاقل عايزين 3 من دول، واهمهم طبعا دوري ابطال افريقيا والدوري المصري وكاس مصر. العادي بتاع النادي الاهلي، العادي اللي النادي الاهلي معود جماهيره عليه. خدنا ايجابيات كتير، عندنا حسين الشحات جايب فورمه معينه، نركز بقى ان احنا نشتغل مع حسين الشحات ان هو يحافظ على الفورمه دي. محمد هاني جايب فورمه كويسه، نركز ان احنا نشتغل على الفورمه دي. تريزيجيه بيزودها شويه، بن شرقي بيزودها شويه، حد يقعد معاهم ويفهمهم. مروان عطيه جايب فورمه كويسه في ان هو بيقطع الكوره، نلعب نركز بقى معاه، او نقول له بقى العب لقدام ونركز على الدقه بتاعه الباص. ياسر ابراهيم وياسين مرعي كويسين، نفهمهم ان هيجي مدافع سوبر هيقعد واحد فيهم، ونفهمهم ان هما لازم يبقى فيه بينهم تفاهم ولعبهم مع بعض كتير. الشناوي جاب مستوى كويس، نحاول ندي شوبير فرصة، ونحاول نقعد مع شوبير ونركز على مستواه عشان نحسن مستواه. نشوف ايه الغلطات اللي عندنا ونقاط الضعف اللي عندنا ايه، ونشتغل عليها واحدة واحدة عشان نقدر نعمل مستوى كويس في البطولات اللي هنلعب فيها، وما يبقاش موسم صفري. ركز، ما يبقاش موسم صفري. فيا رب يا رب ماتش الاهلي والزمالك اللي فات بالحلو اللي فيه والوحش اللي فيه يكون كده الدافع للي جاي، ونشوف فريقنا في افضل وضع وفي احسن حال، ومش ننافس على كل البطولات اللي هنشارك فيها، لا نفوز بكل البطولات اللي هنشارك فيها. فكل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله يعني ماتش كهربة الاسماعيليه دوت نقدر نفوز فيه. وبعد كده طبعا عندنا التوقف وبعد كده طبعا عندنا التوقف الدولي. كل التوفيق لمنتخب مصر في تصفيات افريقيا وتصفيات كاس العالم ان شاء الله. كابتن حسام حسن واللعيبه اللي معاه يشرفونا، ونشوف مصر في كاس العالم اللي جاي 2026 باذن الله. السلام عليكم.